قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناتين وقناة الفيس والعشوائيات، وهتلاقيهم كلهم موجودين في الوصف، وعلى قناة التليجرام اللي فيها أسامي الحكايات كلها. وكالعادة ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، ويلا بينا. وقفنا في الجزء اللي فات منهاوى بالهون ومجموعته اللي بدأوا يواجهوا مجموعة مصاصي الدماء اللي هجموا على المعسكر بتاعهم، والرقيب جون دخل في معركة كبيرة ضد مصاصي الدماء هاين اللي كان بيحاول يخطف تايجين ويقدر يقضي على هاين وينقذ الجنود بتوعه منه. ولون وصل بعدها مع قواته المكان لينا واللي كانت بتحمي عمود الشر منهم، ودخل ضدها في معركة كبيرة وقال ان هو لازم يقضي عليها عشان يحمي العالم ده من الكارثة اللي هتبدأ. ولينا اتحولت في لحظتها لهيئتها الشيطانية الحقيقية، وبدأت تتفوق على اليوم في المعركة بسبب دعم عمود الشر واللي بيزود قوة الظلام في المكان. ولون فعل في لحظتها قدرة تاك الظلام والنور، وغير الهيئة بتاعته لهيئة قديس الظلام عشان يزود قوته برضه من عمود الشر، وقدر يتفوق على لينا اللي حاولت تهرب وأصابها. وبنكمل احداث بالمواجهه اللي بيكون لسه دايره بين لينا وبين ليهون، وليهون بيدنوا يهاجمها برمحه ولان هو لازم يسيطر على نفسه، وانه لو سمح لقوه الظلام تبلعه فاصدقائه والعالم ده هتدمره. وبيبدا فعلا يسيطر على قوه الظلام والنار الموجوده في جسمه عشان الظلام ما يسيطرش عليه تاني. ولينا بتقطعه في لحظتها وبتبدا تستعمل قدرتها الخاصه وتغطي المكان بالكامل بقدره خيوط الدم، وبتكون متعصبه جدا وبتدنها تشتم ليهون وبتساله هو ازاي يعمل كده معاها، وانها مستحيل تسامحه ابدا، وانها تقضي عليه بسبب اهانته ليها. وبتهجم عليه بقدره خيوط الدم وبتقول له يموت حالا، وانها تحرص ان ده يكون اخر يوم بالنسبه له في الحياه. واليوم بيضل يقطع في خيوط الدم بسهوله وبيتقدم في اتجاهها عشان يهجم عليها، ولا ان خدعتها دي مش هتنفع تاني ضده. وقدره الخيوط الخاصه بلينا بتغطي المكان في لحظتها وبتقدر تقطع على الاشجار وبترميها على ليهون. ولون بيضل يقطعها وبتطلب منها توقف اللي هي بتعمله وتستسلم، وانها خلاص هتموت وانها كده بتضيع وقته. ولينا بتستعمل خيوطها وبتسيطر على الاشجار اللي لون بيقطعها، وبتمسك بيها رجل ليهون عشان تمنعه من الحركه، وبتطلب منه ما يقربش منها. ولكن برضه النار الخاصه بليهون بتكون قادره تحرقها، ولينا بتكون مصدومه وبتقول النار بتاعته قويه جدا، وان كل حاجه بتلمسها بتحرقها وبتقضي عليها، وانها كده مش هتقدر تلمسه ابدا. وليون بيبدا يستعمل في لحظات الاسلحه بتاعته وبيهجم على لينا وبيحاول يصيبها، هو اللي انا مش هيسمح لها تهرب من هنا. ولينا بدنات الجانب الاسلحه الخاصه بليهون وبتطلب منه يقف اللي هو بيعمله، ولكن الخنجر الخاص بليهون بيصيبها وهي بتبدا تفقد السيطره على نفسها وبتكون هتقع من السماء. وليون بيستغل الفرصه وبيهجم عليها في لحظتها بقدره رمح اخيلياس موجة الطاقه، ولكن لينا بتجنبها بسرعه لاخر لحظه قبل ما تتصاب. وليون بيستعمل رمح اخيلياس وبيحضر قوته وبيستعد للهجوم تاني على لينا، وهو ان دي نهايتها وانها مش تقدر تنجى من هنا خلاص، وانها مهما حاولت تتجنب هجماته فهي هتفشل في النهايه. ولينا بتكون مصدومه وبتقول ده مستحيل، وان قوته الجسديه اكبر منها بكتير، وانها لو كملت قدام هجماته دي فهي كده هتموت. وراح في لحظات قوات جمة اللي بتقدموا في الجبل عشان يقدروا يعثروا على عمود الشر، وجمة بيطلب من كل قواته يركزوا وان العثور على عمود الشر ده هو اللي هنا القتال والمعركه. وبيتكلم شويه من جنوده وبيطلب منهم يحموا الجهه الخلفيه بتاعتهم والباقي يركزوا مع الاشجار، وانهم مش عارفين لو في اعداء اخطر هنا او ايه قوتهم اساسا. وما بيقولوا له حاضر، والمجموعه بيكملوا في طريقهم بعدها عشان يوصلوا لمكان عمود الشر. ورقيب شوي بيكلم جمة وبيحذره وانه قدر يعثر على عمود الشر خلاص وانه موجود قدامهم. وجمة ومجموعته بيروحوا بسرعه للعمود، وجمة بيطلب منهم يخرجوا الاسلحه المقدسه بتاعتهم وكمان متفجرات، وان هم لازم يدمروا العمود ده بسرعه. هما بيقولوا له حاضر، وجمة بيتكلم منطاي وانهم هيكونوا محتاجين يدافعوا عن نفسهم بالدرع بتاعه، وبيساله هو يقدر يصمد قدام قوه الانفجار دي. ومنطاي بيقول له ما يقلقش، وان الكل هنا بيخاطروا بحياته في المعركه، وان هو يحرص ان هو يتحمل لحد النهايه. وجمة بيقول له طيب وان هو واثق فيه. والمجموعه فعلا بيزرعوا المتفجرات على درع منطاي السحري وبيحط عليه السيف المقدس اللي هم استلموه عشان يخترقوا بيه عمود الشر. ومنطاي بيطلب من الكل يستعدوا وان هو يزود القوه المقدسه الموجوده في السلاح عشان يدمر العمود، ولكن عشان هو يعمل كده قوه الدرع هتكون اضعف من الطبيعي وان هم لازم يصمدوا. وجمة بيخرج مطارات البرق بتاعته واللي منطقه ان هو يدعمه اثناء هجومه، وان هو يستعمل القوه المقدسه برضه لمحاوله تدمير العمود. ولكن فجأة يبدأ يظهر وحش من البوابة السحرية الموجودة بجانب جمة، وجمة بتصدم وتطلب من كل الموجودين يحذروا. والوحش ده بيهجم على جمة وفريقه عشان يبعدهم عن عمود الشر، وهما بيتفاجئوا وبيتحموا بسرعة ورا عمود الشر عشان يحموا نفسهم. وجمة بيراقب الوحش وبيكون مستغرب الوحش ده ظهر ازاي وان هو اول مرة يشوفه. والنظام بيحذر الكل ان وحش الدرع العملاق ظهر اخيرا وان قوته اكبر بكتير من وحوش الدروع العادية. والوحش ده بيكون متعصب ويروح يهجم على جمة ومجموعته عشان يبعدهم عن عمود الشر. وبنرجع تاني في لحظات ليهون اللي بيكون لسه بيواجه البنت لينا في معركة كبيرة، ولينا بتكون مصدومة من قوة ليهون الكبيرة، وبتقول ما كانتش تعرف ان قوة الوغد ده هتكون كبيرة للدرجة دي، وانها كده ممكن تدمر عمود الشر عشان توقف الدعم والطاقة اللي هو بياخدها منه.
وبتقول ان طبعا اول لما العمود يتدمر فالدعم اللي بتستلم منه هيختفي، ولكن ده برضه يحصل لليهون، وان لما قوته تنخفض بطريقه كبيره فهي تخلي عملاق الدرع يهجم عليه وتخلص منه. ولينا بتهرب المكان بسرعه وبتتوجه لمكان الدرع العملاق، وبتقول انها لازم تبدا في الخطه حالا. ولون بيلحق بيها ولا انه مش هيسيبها تهرب منه وان دي نهايتها. ولينا بيتكلم الدرع العملاق وبتطلب منه ما يحميش عمود الشر وان هو لازم يدمره حالا عشان يوقفوا قوته. والعملاق بيتفاجئ من طلب لينا وفعلا بينفذ اوامرها وبيستعد للهجوم على العمود بكل قوته عشان يدمره. وجم بقى اعضاء فرقته المتخفين ورا العمود بيتصدموا، واللي واخد ده بيعمل ايه، واللي هو بيحاول يدمر عمود. ولوب بيوصل المكان في لحظتها ولينا انه مش هيسمح لها تدمر العمود ده. ولا بتتفاجئ وبتبدا تستعمل سهم الفالنوت بعد ما سيطرت عليه عشان تصيب بيه اليهون. ولون بيبدا هو كمان يستعمل الاسلحه بتاعته عشان يرد الهجمه عليها ويقول لها انه يقضي عليها حالا. ولا بتهجم عليه بسهم الفالنوت وبتكون متعصبه وبتطلب منه يموت وانه واخد مجنون وانها اول مره اشوف حقير زيه كده. وسهم الفالنوت بينتهي في لحظتها المكان ليهون. ولون بيستعمل روح اخيلياس عشان يعكس حركته ويتفادى سهم الفالنوت بسرعه قبل ما يصيبه. والسهم بيفعل قدرته الخاصه الاصابه المؤقته وبيغير اتجاهه عشان يرجع يهجم على اليهون تاني. ولكن اليهون بيستعمل كل سرعته وبينتقل ورا لينا ولا انها غبيه وانها اكيد مش هتقدر تستعمل السهم بتاعه ضده. واللي بتتصدم ابتان السهم بدا يتوجه لمكانها عشان يصيبها لان اليهون بيكون متخفي وراها. واليوم بيقدر يخفي نفسه باللينا والعملاق المدرع وبيطلب من الفالنو تصيبه وانهم محضره حواجز كتير هتعجبه لازم يتخطاها الاول. ولينا بتكون مصدومه وبتقول الوقت ده كان مخطط كده من الاول وانه بيحاول يصيبها بسهم الفالنوت عن طريق ان هو يتخفى وراها. وسهم الفالنوت بيوصل في لحظتها المكان لينا وبيصيبها اصابه كبيره وبيبدا يخترق جسمها عشان يوصل لليهون. ولون بيدان انه ماسك فيها ولكن بيتجنب السهم بسرعه اول ما بيوصل لمكانه وبيخليه يسيب الضلع العملاق معاهم برضه. وبيحصل في لحظتها انفجار كبير في المكان بسبب اصابه السهم اللينا والضلع العملاق. وجم وباقي مجموعته بيتحملوا بسرعه ورا عمود الشر وبيكونوا مصدومين وبيسالوا عن اللي بيحصل وليه حصل انفجار ضخم كده. ولينا اللي بتكون اتصابت اصابه كبيره من هجوم اليهون بدنا تعاني وبتقول واخده الحقير ده قوي جدا. ولون بيروح لها في لحظتها وبيكون قدر يصدر سهم الفالنوت عن طريق الجسم الحديدي بتاعه قبل ما يصيبه. ولون بيسحب السهم من جسمه وبيسالها لو هي مستعده للموت وانها واخده حقيره اتسببت في موت كميه كبيره من البشر. ولينا بتراقبه وبدنا تضحك وتقول انها واخده مغفل وانها ما كانتش تظن ان الشخص اللي هيدمر خططهم هيكون واخده حقير زيه وان هم اتخدعوا منه. وبتقول له بس هو غلط غلطه كبيره وان المفروض هو كان يسيبها تدمر عمود الشر عشان يوقف الدعم اللي بيزود طاقه الظلام عنده بطريقه كبيره واللي طاقه الظلام دي هتبلعه دلوقتي ويدخل في حاله من الهيجان تاني وهيدمر المكان. والام ما بيهتمش بيها ويروح ياخد منها السلسله بتاعتها اللي بتمنع الطاقه المقدسه في المكان. وهي بدنا تضحك وتقول ان هو دلوقتي هيتحول لعدو البشريه بعدهم وان حتى اصدقائه اللي كان بيحبهم هيموتوا على ايده. والام ما بيردش عليها ويدنه يراقبها وهي بتضحك وبتصير هو خلاص تم السيطره عليه من طاقه الظلام. ولكن الام بيهجم عليها بسهم الفالنوت اللي هو غلفه بنار الظلام وهي بتتصدم وتطلب منه يرحمها وانها مش عايزه تموت. ولكن نار الظلام بتغلب جسمها بالكامل وتبدا تحرقها. ولينا بدنا تضحك وتقول انها تستناه في الجحيم وانها تحرص ان حتى نهايته في الجحيم تكون نهايه مرعبه. ولون بيرعبها ويقول لها ما تقلقش وانها مش هتقدر تشوفه تاني هو او اي شخص لان دي نهايتها وان هو عنده اصدقاء بيثق فيهم على عكسها هي. ومجموعه جمه بيفجروا في لحظتها عمود الشر في المكان وبيدمروه بالكامل وطاقه الظلام اللي كانت خارجه عن السيطره في جسم اليهون بتبدا ترجع تاني لسيطرته وبيبعد عن حاله الهيجان اللي كان فيها. ولون بيقول لها ان هو كان واثق ان اصدقائه يخلصوا مهمتهم في النهايه عشان هو يقدر يقضي عليها ويرجع تاني لحالته من غير ما يفقد السيطره وان اصدقائهم الدرع اللي بيحموه دايما. واليهون اللي بيبدا يلغي قدره قديس الظلام بيراقب لينا وبيقول لها ان هو يبعت لها كل الاشرار اللي بيتعاونوا معاها قريب. ومجموعه جمه اللي قدروا يدمروا عمود الشر بيتسالوا لو المعركه انتهت كده اخيرا وان اليهون مش كلمهم من لحظتها. ولون بيدنوا يضحك ويقول للكل ان المعركه انتهت ويقول لينا انها ماتت لانها كان عندها اتباع وهو نجا لان هو كان عنده اصدقاء على استعداد يضحوا بنفسهم عشانه وده الفرق. ولون بيفضل في المكان لحد ما بيتاكد ان لينا تم القضاء عليها واتبخرت خلاص وبيربع على سلسله جريجوري اللي هو اخدها من لينا والسلسله دي هتفيده لو هو اكلها. وفعلا اليوم بياكل السلسله دي وبيكلم مجموعته في لحظتها وبيسالهم عن الوضع وان هو خلاص خلص معركته. وجوما بيرد عليه ويقول ان هم بخير وان مونتاي هو الوحيد اللي اتصاب وبيسالوا عن اخباره ولو هم خلصوا كده خلاص. واليوم بيكون سعيد ان هم بخير وان مهمته كده نجحت والنظام بيهني اليوم في لحظتها وبيعرفوا ان هو كده اكل سلسله اللعنات جريجوري وان هو يكتسب تاثير غير معروف ليها بعد ما يتم امتصاصها بالكامل. والنظام بيحذر اليوم في لحظتها ان الدرع العملاق بدا يفوق
ولون بيتفاجئ وبيحذر الكل وبيطلب منهم يستعدوا وان زعيم بوابه لسه عايش، ولكن بيبدا يعاني بطريقه كبيره وينهار من التعب وهو بيكلمهم. وجوما بيكون مصدوم بيسال ليهون اللي هو بخير، ولون بيقولوا فعلا وان هو استعمل عدد كبير من حجاره المانا، ده غير استعمال كل قدراته كتير، وان هو ضغط على نفسه بطريقه كبيره. والوحش المدرع بيفوق في لحظتها ويروح لمكان ليهون ومجموعته عشان يكمل هجومه عليهم. ولون بيسرع في لحظتها سهم الفالنوب بتاعه وبيستعد للمعركه ويطلب من كل قواته يدخل المنطقه بسرعه وان هو لا يتعامل مع الوحش ده. والوحش بيروح في لحظتها لمكان ليهون وبيهجم عليه بالفاس بتاعه بكل قوته عشان يتخلص منه. ولون بيستعمل رمح اخيلياس ويقول ان هو يصد هجومه بسرعه، وجوما بيروح لمكان ليهون ويقول ان هو هيساعده وان هو يستعمل الطرقه بتاعته عشان يشغله. ولون بيبدا يستعمل قدره الدرع الحديدي بتاعته عشان يتصدى لهجمه الوحش ويقول ان هو يهجم عليه بعد ما تصدى الهجمه دي، ولكن بيتفاجئ بالنظام بيعرفه ان قدره الدرع الحديدي بتاعته توقفت مؤقتا وان جسمه رافض يفعلها. ولون بيكون مصدوم والجسم رافضها ازاي وان هو مش فاهم وان دي اول مره تحصل له، وهجمه الوحش بتوصله في لحظتها وبيكون هتصيبه. ولون بيتصدم وانه مش هيقدر يتصدى لهجمه زي دي وان هو اصاب بطريقه كبيره كده. وجوما بيروح بسرعه على المكان ليهون ويطلب منه يتحرك وان هو كده هيتصاب وان الهجمه دي خطيره. ولون بيطلب منه يتراجع وبيتسال هيعمل ايه دلوقتي وان الهجمه دي خطيره جدا. والهجمه الخاصه بالوحش بتصيب ليون في لحظتها وبتدمر المكان بالكامل. ولون بيتفاجئ بعدها بان الهجمه مش اصابته وبيستغرب وبيتسال عن اللي بيحصل وليه الوحش ده ما قدرش يصيبه بهجمته وانه كان متاكد انها هتصيبه، ولكن بيتفاجئ بان نمر كبير هجم على الوحش ده واصابه ووقعه على الارض قبل ما يهجم عليه. ولون بيراقب النمر وان هو ضخم جدا وبيتسائل هو وصل لهنا ازاي، والنمر ده بيستعمل كل قوته في لحظتها وبيدمر راس الدرع العملاق وبيقضي عليه. ولون بيراقبه والمستحيل وان هو قضى عليه فعلا، ولكن النمر ده ازاي وصل لهنا؟ وجوما بقى عليهم بيستغربوا وانهم شافوا الوحش ده قبل كده في التدريبات وان هو يتابع المقدم كيم. وبتظهر في لحظتها طائره عسكريه في المكان والمقدم كيم بينزل منها بسرعه ويشكر النمر على وصول المكان ده اسرع منه، وبيكلم كل الموجودين وبيسالهم ان هم بخير وان هو حضر في اسرع وقت ممكن زي ما هو قال لهم. وكل الموجودين بيتفاجئوا وجوما بيقول ان المقدم كيم رجع اخيرا عشان يساعدهم. واليوم بيتخفى بسرعه ورا عمود الشر وبيبدا يكسره عشان ياخد منه ميداليات الشر اللي كانت بتمده بالطاقه. والنظام بيهنئ الكل ويقول لهم ان هم هزموا الوحش المدرع العملاق زعيم البوابه وان البوابه اتمسحت خلاص. وبنعرف بعداويه النمر اللي ظهر في المكان ده وان هو الوحش الاليف الخاص بالمقدم كيم واللي معروف بملك الجبل. وكيم بيراقب مكان حواليهم وبيعتذر ليهون وكل عن وصوله متاخر وان هو كانش يعرف ان ده كله هيحصل بمجرد خروجه للتحقيق في قضيه. ولون بيستعمل سكينته عشان يسرق ميداليات الشر المنتشره في المكان وبيقول له ما يقلقش وانهم بخير. وكيم بيقول للهون ان هو سمح له ان هو يستعمل مخزن الاسلحه بتاعتهم ولكن ما تخيلش ان هو يستعمل كل الاسلحه اللي موجوده فيه مره واحده. ولون بيتخفى بسرعه ويبدا انه ياكل ميداليات الشر، وكيم بيكلمه وبيساله هو بخير وان طالما القضيه دي اتحلت خلاص فهو عايز تقرير مختصر منه عشان يقدر يرجع لمركزه تاني. والنظام بيهني ليهون وبيعرفوا ان هو اكل ميداليات الشر بنجاح وان هو امتصها فهو بيكسب تاثير غير معروف. ولون بيروح في لحظتها لمكان كيم وبيعرفوا عن اللي حصل وان الهجوم اللي حصل على الفرقه الثالثه كان بيقودوا 5 اشخاص، هم قدروا يقضوا على 4 منهم وقبضوا على واحده، وان هم كلهم كانوا مصاصي دماء اصحاب قوه شيطانيه ضخمه. وبيعرفوا ان اثناء اول هجوم عليهم عدد كبير من الضباط والتنفيذيين عندهم في المعسكر تم القضاء عليهم او تحويلهم لوحوش، وانه طلب من رقيب جون يتاكد من التخلص منهم بطريقه مناسبه ومحاوله مساعده اي شخص يتم انقاذه منهم. وانه كمان اتواصل مع الجنود الباقيين وبدأوا عمليات الانقاذ والدعم عشان يحرصوا ان هم ينقذوا اكبر عدد من المصابين، وان الملازمه رايحه حاليا بقود عمليه التخلص من الوحوش الاصغر المبقيه واللي كانوا بيتبعوا القاده اللي حضروا المكان وانها تقريبا قربت تنتهي. وكيمي بيساله لو في اي حاجه تانية ومحتاج يبلغوا بيها، ولهم بيقولوا لا وان اعتبارا من الوقت الحالي هم قدروا ينهوا مهمه الدفاع ضد الهجمه اللي حصلت على الجيش الثاني. وكيمي بيضحك ويشكر ليهون وانه عشان كده بيحب التقارير بتاعته وانه دايما بيدوا اخبار سعيده تخص الموضوع بتاعهم. وجون بيرتاح وانه مش مصدق ان الوضع الكارثي اللي هم كانوا فيه انتهى اخيرا، وانه كان مفكر نفسه هيموت. وبيسالهم صحيح هي الشمس مش اشرقت لحد دلوقتي ليه والمفروض وقت الفجر انتهى؟ وبيطلب من ليهون وكيم بيراقبوا السماء وبيقولوا لنا لسه سودا برضه ومفيش اي مؤشر على وجود الشمس نهائيا. وكيم بيكون مستغرب وبيتسال عن اللي بيحصل وان كلامه صحيح، ولهم بيكلموا وانه في الواقع هو تقريره لسه ما انتهاش وانه مع اخبار سيئه عايز يشاركها معاهم وان المعركه بتاعتهم دي لسه ما انتهتش. وكيم بيتفاجئ وبيساله يقصد ايه وان هو قال له ان هم قضوا على كل قوات الاعداء خلاص، ولهم بيقولوا لا وانهم اتعاملوا مع الموجه الاولى وبس، وان طبقا لكميه الوحوش اللي ظهرت في بدايه الهجوم عليهم فهو بيعتقد ان دي ما كانتش مجرد بوابه وحوش طبيعيه ولكن موجه ودي بدايتها،
وبيقولوا ان مجموعه الشر اللي هجموا عليهم عندهم هدف من نشر عدد الوحوش دي كلها، وان هم كانوا بيجبروا النظام ان هو يفعل الموجه الرابعه الكارثيه في تاريخ البشريه، وان الموجه الرابعه العالميه اللي هتحصل دلوقتي هتكون عندهم في مدينه سيول بالكامل، وان هم حاليا داخل بابا ضخمه لحد نهايه الموجه. وكل الموجودين بيتصدموا من كلام ليهون، وكيم بيتعصب والمعنى كده ان الوغات دول كانوا ناويين يهاجموهم من البدايه ويدمروهم بكل قوتهم. وكيم بيكلم كل الموجودين ويطلب منهم يرجعوا بسرعه لمنطقه التجمع، وانهم يعملوا اجتماع حرب، وان ليهون هو اللي هيكون قائد فرقه الدفاع تاني. وبيكلم ليهون وبيساله هو مستعد وان هو يعتمد عليه المره دي كمان، ولكن لون بيبدا يعاني بطريقه كبيره، والنظام بيحذره وبيعرفه ان عمليه امتصاص ميداليات الشر بدات، وانه بيتم بناء عنده مركز تحكم جديد في نظامه العصبي، وان العمليه دي تكون مؤلمه وهو هيعاني لحد نهايتها، والام ما بيكونش قادر يتحرك في لحظتها وبيقع على الارض ويفقد الوعي. وكيم كل الموجودين بيتصدموا، وكيم بيدان ينادى عليه وبيساله هو بخير وان هو هينقله اعاده حالا، واللي بيكون فقد الوعي تماما نتيجه الارهاق وعمليه الامتصاص ما يقدرش يرد عليهم. وبنرجع في لحظتها الماضي وبنشوف ليهون اللي بيبدا يفتكر ذكريات حياته السابقه، وركوب جون بيتكلم ليهون وبيساله متاكد فعلا ان الموجه الخامسه هتحصل في سنغافوره، واللون اللي بيكون مجمع كل اعضاء فريق المقاومه البشريه بتاعه وبيقول لهم فعلا وانه متاكد، وبيقول لهم ان العمليه الحسابيه اللي هو قام بيها سهله وعرف من خلالها الموقع الصحيح، وان الموجه الاولى كانت في كاليفورنيا، والموجه الثانيه في شنغهاي، والموجه الثالثه بعدها كانت في برلين، والموجه الرابعه كانت في سيول واللي دمرتها بالكامل وكانت بدايه النهايه. وبيقول لهم ان قبل ما الامواج دي تحصل في المدن بتاعتها كان بيظهر انفجار كبير في عدد بوابات الوحوش اللي بيظهر قبلها، وان عشان كده هو قدر يعمل علاقه بين عدد البوابات والموجه. هم بيسالوه طيب وهم اتصرفوا ازاي في الكارثه دي، وان هم حتى لو عرفوا مكان البوابه فهم يعملوا ايه مع فرقه الشر اللي بتحمي الموجه، وان المعدات والاسلحه بتاعتهم قربت تخلص اساسا. ولهم بيقول لهم ان كلامهم حقيقي وان فرقه الشر هتصدى ليهم، وان هم عملوا كده في الموجه الرابعه وكانوا يدمروا الارض بالكامل، وان لولا تضحيه الابطال اللي كانوا معاهم عشان يوقفوا سلاح فلسطين اللي فرقه الشر استعملته هم كلهم كانوا هيموتوا، وان هم فقدوا يوم ابطال كتير في الموجه دي وما قدرش يخسروا اكتر من كده. هو لهم الاشرار دول بيقدروا يصنعوا بوابات وحوش، وما العدد بتاعها بيزيد بتتحول لموجه، وان كل ما الوحوش بتقضي على البشر هم بياخدوا خبره وقوه اكتر وبيتحولوا لبشر خارقين قويه جدا، وان مواجهتهم بتكون صعبه ولمجموعته، بس ده مش هيمنعهم، وان المره دي المعركه هتكون مختلفه، وان المره دي هم عارفين قدراتهم والهدف بتاعهم موجود فين وهيمنعوهم بكل قوتهم، وبيطلبوا منهم يستعدوا، وان المره دي بدل ما الوغات دول هم يلعبوا بيهم ويحولوهم لوضع الدفاع فهم اللي يهجموا عليهم الاول عشان يقللوا الكارثه باكبر طريقه ممكنه. وبيقول لهم ان كل الاشخاص هنا ابطال، وان مهمه الابطال هي حمايه البشريه، وان فرقه الشر دي عدوتهم ولازم يتخلصوا منهم حالا. وبيعدي بعدها شويه وقت وبتشوف جوردان اللي بيروح يزور مقر فرقه يهون، والحرس بيوقفوه وبيسالوه هو مين وان هم يهجموا عليه، وجوردان بيضحك ويقول لهم ما يقلقوش وان هو صديق ليهون القديم وان ليهون عرفهم بزيارته. وبتشوف يونهاي اللي بتروح تزعل ليهون اول ما بتسمع عن زياره جوردان، وبتساله هو بيعمل ايه وازاي يجيب شخص غريب مش بيثقوا فيه لهنا عشان يقابله في وقت حاسم زي ده، ولون بيطلب منها تهدى وان هم يقدروا يثقوا فيه، وان لولا الدعم المادي الكبير لجوردان وما كانوش يقدروا يشتروا حتى اسلحه ويواجهوا فرقه الشر. وجوردان بيوصل في لحظتها المكان ولون بيرحب بيه ويساله عن اخباره وبيشكره على زيارته، وجوردان بيضحك ويقول له ما يهتمش وانه بيحب يدعم الابطال اللي زيه وكان لازم يحضر. والمجموعه بيعملوا بعدها احتفاليه بمناسبه وصول جوردان والمهمه الاخيره اللي هم يعملوها، والبنت يوني واللي بيكون مشهوره باسم سنو وايت بترحب بجوردان وبتشكره على معدن اورشيون اللي هو اشتراه ليهم وانها صنعت اسلحه كبيره بيه. وجوردان بيضحك وبيسالها صنعت ايه المره دي، وهي بتتعصب وبتقول هو بيسال ليه ودي معلومات سريه ما يعرفهاش غير كبار القاده عندهم، وبتساله هو تابع لفرقه الشر عشان كده عايز يعرف، وهو بيضحك ويقول لها لا طبعا وانه كان بيطمن وبس، وهي بتقول ما يقلقش وانها كانت بتضحك معاه وان مستحيل شخص زيه غني يكون تابع لفرقه الشر وانه صديق ليهون، وبتقول له ان لولا النقاد اليوم بتاعهم منعهم من الكلام لاي شخص هي كانت عرفته وان هم اصدقاء، ولكن هي خايفه تخالف الاوامر. وجوردان بيدانه يضحك ويقول لها طيب وانه واثق فيها حاليا، وبيدانه يراقب المكان والاوغاد دول بيستمتعوا بحفلتهم النهائيه وانها تقضي عليهم قريب. وبنشوف رقيب جون اللي بيروح مكان ليهون وبيشتمه وبيساله هو بيعمل ايه، وان الكل هنا بيحتفلوا استعدادا لمعركه الدفاع وهو قاتل الجو العام بالكتاب بتاعه ده، وانه حتى مش عايز يحتفل معاهم وان كده هو ياثر عليهم. ولون بيعتذر له وانه كان بيفتكر بس جنوده واصدقائه اللي ماتوا في المعارك السابقه وان هو قلقان، وجون بيطلب منه بطل اكتئاب وينسى الماضي وان هم في الحاضر، وان فرقه الصحراء وكل الموجودين هنا نجوا بسبب تدخله، وان فرقه المقاومه البشريه محتاجاه وهو في قمه تركيزه لان هو قائدهم، وهو اللي كمان يونيو بقى اتباعها كانوا شغالين فتره كبيره عشان يصنعوا الاسلحه اللي هم محتاجينها، وانهم محتاجين يرتاحوا ويخرجوا الضغط اللي عليهم لفتره، وان كل الموجودين هنا لو شافوه مكتئب كده فهم يكتبوا زيه كمان، وبيطلب منه يراقب المستقبل وينسى الماضي، وان الحاجه الوحيده اللي تستحق الذكر من الماضي انه انقذ كل الموجودين هنا وواجه بيهم فرقه الشر وحمى اشخاص كتير منهم. ولون بيقول بس هو لو كان اقوى
اقوى كان يقدر ينقذ كل اصدقائه وزمايله من الماضي. وجون بيقول له بس هم مش في الماضي وانهم في الحاضر، وانه يقدر ينقذ الموجودين بجانبه حاليا عن طريق انه يركز معاهم، وانه قائد وغد، وانه بيحضر في لحظتها وبيضرب تضرب جون، وبتصير هو بيحاول يتنمر على القائد بتاعهم وان فريق الحراسه مش هيسمح له بكده. وهو بيتفاجئ وبيطلب منها تهدى، وانه كان بيحاول يشجعه بس عشان يركز في المعركه، وهي بتقول له يخرس، وانه اللي بيدمر الجو العام كده عن طريق ان هو بيهين قائدهم، وبتسلمه لفرقته، وبتطلب منهم يخفوا الوغد ده حاليا، وانه بيزعجها، وانها بتطلب من الكل بعدها يرجعوا لاحتفالهم وما يركزوش مع جون، وانه واخد ولكن ما يقصدش اي حاجه، وتسال لهم بعدها لو هو بخير، وهو بيقول لها تهدى وانه بخير، وهي بتساله هو سكت على كلام الوغد ده ليه، وانهم الحراس الخاصين بيه ومفروض كان يستدعيهم يتعاملوا معاه، وانه هو اكيد عارف انه لو صاب رقيب جون يتصرف بمزاجه فده هيعمل لهم ازمه كبيره، وكل المجرمين بيدنهم يضحكوا على كلام يونهاي وانه بيتبالغ في حمايه يون كالعاده، وجوردن بيراقبهم ولمنتاي ان واضح ان الفرقه عندهم فيها روح معنويه عاليه، وبيسيبه بيمشي وانه بيحب الروح المعنويه دي، ولكن هو يحرص انها تتسحق لانهم اوغاد. ونشوف لحظات حراس المبنى وهم بيكونوا حزينين، وان كل فرقه عندهم بتستمتع بوقتها في الحفله، ولكن هم بيحرسوا المكان ده وانهم سايقين الحظ. وجوردن بيظهر في لحظتها وبيخرج بالمبنى، وهم بيستغربوا وبيسالوه هو رايح لفين، وان الحفله لسه ما انتهتش، وهو بيقول لهم ما يلاقوش وانه يبدا حفله تانيه دلوقتي، وهم بيستغربوا وبيسالوه يقصد ايه، وبيظهر في لحظه عدد كبير من الوحوش وبيهجموا على الجنود دول وبيقضى عليهم، وجوردن بيضحك ويقول انه عملوا لهم حفله ضخمه جدا ومثيره، ولكن هو ما اعتقدش ان صور الحفله دول هيعجبوهم. وبنكمل احداث في مجموعه الوحوش التابعين لجوردن واللي بيظهروا في المكان وبيبداوا يهجموا على القوات البشريه الموجودين وبيقضى عليهم، وواحد من الحرس الموجودين بيهرب منهم بسرعه وبيستعمل جهاز الرساله الداخلي ويكون مرعوب، وبنادي بسرعه على ليهون وكل موجودين ويعرفهم ان حصل هجوم عليهم وان في وحوش اتسللت لمكانهم، والوحش ده بيروح بسرعه اول ما بيسمعه يقضي عليه، ونهاي وجن وكل موجودين بيسمعوا التحذير ده ومش بيكونوا مصدقين ويقولوا اللي بيحصل، والهم بيكون مصدوم والمستحيل، وبيطلب الكل يروح موقعهم حالا عشان يدافعوا. وبيحصل في لحظه انفجار كبير في المبنى الخاص بقوات الصيادين، وبيدخل وحش عملاق مع باقي الوحوش عشان يهجموا عليهم، واليوم بيتحرك بسرعه مع قواته وبيكلم مساعده وبيطلب منه يامن الشخصيات المهمه ويخرج جوردن من هنا، ومساعده بيقول له ان جوردن مش موجود وانه بقى نص ساعه مختفي من المكان، واليوم بيتصدم اول بيسمع كده والمستحيل وبيتسال عن اللي بيحصل، والصيادين بيبداوا يقفلوا اقسام مختلفه من المبنى ويقولوا ان هم لازم يحموا الاماكن بتاعتهم بسرعه لحد ما يبداوا هجومهم المضاد، والوحوش بتهجم في لحظتها على اجزاء كتيره من المبنى ومش بتديهم الفرصه للدفاع، والحرس بيكلموا اليهون القاده وبيقولوا لهم ان الوحوش دي عارفه تركيب المبنى وكل الاماكن اللي فيه وان ده مستحيل وان في شخص خانهم وبلغهم بكل حاجه هنا، واليوم بيتعصب اول بيسمع كده ويقول ان هو غلط غلطه كبيره وبيستعمل قوته وبيطير في المكان، وبيطلب من كل الموجودين يخرجوا من المبنى بسرعه ويتوجهوا لاماكن الطوارئ وان هو يتعامل مع الوحوش هنا. وبنشوف هينا اللي بتظهر مع جيشها ورا المدينه وهي بتكون متعصبه وبتقول جوردن الوغد ده طلب منهم يحضروا بكميه الوحوش دي ليه، وانهم مجموعه تافهه من الصيادين وانهم كانوا هيتعاملوا معاهم بسهوله، وجيش الوحوش بيبدا يدمر منطقه في طريقه عشان يهجم على قاعده الصيادين، ومستدعي الارواح بيظهر معاهم وده انه يضحك واللي هو ان دي النهايه بالنسبه له وهو واتباعه، واليوم بيكون مصدوم واللي بيحصل وانه قادر يشعر بكميه كبيره من الوحوش ظهرت في المكان وده مستحيل، واتباع اليوم بيراقبوا اللي بيحصل وبلغوا اليهون وكل موجودين ان جيش الموت الخاص بمستحضر ارواح ظهر وان الوغد ده احضر جيشه بالكامل لهنا، وهنا بقى القاده الاقوى في جيش الاشرار بيظهروا وبيحاصروا القاعده، واتباع اليوم بيعرفوه وان ده هجوم شامل عليهم وان هم حضروا لهنا عشان يخلصوا منهم في هجمه واحده بس، وقوات الحراسه والصيادين بيخرجوا بسرعه عشان يواجهوا الوحوش اللي بتهجم عليهم، وبيقولوا ان الحرب بدات وان الحقيرين دول هجموا عليهم بكل قوتهم في وقت ضعفهم، والهم بيراقبهم ويكون مصدوم ويقول ان هم وقف اخوهم وان هو كان غبي، وبيكلم قواته في لحظتها وبيطلب منهم يتحركوا مع الفريق الاول بسرعه لمنطقه الهجوم وان هم لازم يخلوا المكان من الوحوش، وجن بيكون بيتحرك مع باقي قواته من الفريق الاول بيقول لليهون ان هم ما قدروش يهجموا على الموقع اللي هو طلبه ده، وان مستحضر الارواح موجود هناك وموجود حواليه جيش كامل بيحميه زي قاده منظمه الشر وانه محتاج حل تاني، والهم بيقول له ان حلهم الوحيد هو استعمال سلاح موجل السري ولكن السلاح مش جاهز حاليا ودي كارثه، والهم بيخرج بالمبنى وبيتسال هو هيعمل ايه وانه ما توقعش ده هيحصل وان القوات البشريه الاخيره هيتم القضاء عليها كده وده كله بسببه هو وان هو غبي، وجون بيسحب من طاي ويقول انهم هينتقلوا والمكان مستحضر الارواح وهو بيقول انه مش مستعد وان هو خايف، وجون بيقول له يخرس وان هو طالما انضم لفرقه مكافحه الشر فهو عارف المخاطر وانهم لو هيموتوا على الاقل هيموتوا هم بيحاربوا، ولهم بيراقب مكان وبتسائل هم يعملوا ايه حاليا، والبنت لينا بتكلموا في لحظتها وبتقول له ان هم يقدروا يتحركوا للانفاق الموجوده تحت الارض وانها مصممه لتحمل هجوم نيزك حتى، ولهم بيقول لها وهم ينزلوا الانفاق ليه، وهي بتقول له ان هم يخرجوا سلاحهم السري وان هم يستعملوا ضد الاوغاد دول عشان ينهوا المعركه ما بينهم،
ووحوش مستحضر الارواح بالدراع تهجم على المباني في المكان وبتدمرها. وجونو بيطلب مليون يقرر هو يعمل ايه بسرعه، يا اما ندم على اصدقائه اللي ماتوا مش هيكون الندم الوحيد بالنسبه له، ولون بيقابل الوحوش اللي بتهجم عليهم وانه مستحيل يقدر يتعامل مع كميه الوحوش دي كلها بنفسه، وان التردد الكتير مش هينفعه في الموقف ده. ولون بيكلم كل اتباعه وبيطلب منهم يبداوا تجهيز سلاح الموجلي عشان يستعملوه ضد الوحوش، وان هم يستعدوا لتدمير المنطقه بالكامل. وبيطلب الفريق الاول يحمي بوابه الانتقال اللي هتفتح عشان يخرجوا من المكان. وجونو واينا بيقول ان هم جاهزين وان هم يبداوا حالا، ولون بيطلب من الكل يستعدوا وان اليوم ده اللي هيقضي فيه على مستحضر ارواح وجيشه اللي دمر العالم. وكلهم بيقولوا انهم مستعدين وانهم يبداوا حالا. ومنطقه بيبدا يستعمل بوابات الانتقال عشان ينقل الطيارات بتاعته حوالين المنطقه بالكامل عشان يستعمل قدرته من خلالها. ومستحضر الروح بيراقبهم ويكون مستغرب وبيتسائل هما بيعملوا ايه، وجنو كل جنوده بيهجموا على المناطق اللي ليون طالب بيخلقها وبيقضوا على الوحوش اللي فيها، ويقول لليون انهم اخلوا المناطق الاساسيه وانهم مستعدين. ومستحضر الروح بيراقبهم ويكونش فاهم هما بيحضروا لايه، وبيروح في لحظه الفريق اينا اللي بيسالوها هي ما قالتش اليون على العطال اللي كانت موجوده في السلاح ليه، وهنا بتقول لهم ان لولا كان سمع عن وجود اعطال في السلاح كان هيرفض استكمال المهمه وهيضيع فرصتهم الوحيده للقضاء على الاوغاد دول. ولون بيبدا يستعمل بعدها قدره التحكم في المعادن بتاعته عشان يجهز لاستعمال السلاح. ونظام بيحذره ان استعمال الكميه الكبيره من مخازن المانا مع قدرته هيأثر على حياته، ولون بيكون متعصب وانه مش مهتم بحياته وانه لازم يركز عشان يحمي اتباعه. وبتظهر في لحظتها بابا ضخمه فوق المكان ومستحضر الروح بيراقبها ويكون متفاجئ وبيتسأل عن اللي بيحصل، وبيظهر من بابا دي سيف مقدس ضخم والهم بيبدا يتحكم فيه بقوته والمستحضر ارواح ان ده السلاح السري اللي هم بيحضروا ليه وللجيش بتاعه، وبيطلب من السيف يقضي على الوغد ده حالا. ومستحضر الروح بيكون مصدوم وبيحاول يهرب ولكن السيف بيقع في لحظتها عليه وعلى المدينه وبيدمرهم. وبنرجع باللحظه دي بشويه وبنشوف اتباع اينا بيعرفوها انهم جهزوا السلاح خلاص وقفلوا الملاجئ، وهي بتقول لهم طيب وتتاسف لهم عن اللي حصل لحد دلوقتي وانها كانت مديره سيئه جدا معاهم. هم بيقولوا لها ما تهتمش وان انا حددها الافضل، وكل العمال الموجودين بيعرفوها ان السلاح مستعد للاستعمال وان المفجرات اللي هم زرعوها في السيف جاهزه. وهنا بتضحك وتقول لليهون انهم اعتمدوا عليه عشان يخلص من الوغد ده. واليوم بيسحب السلاح الضخم من البوابه اللي فتحت وبيقول مستحضر ارواح ان دي نهايته هو وجيشه، وبيستعمل مهاره مطر الحديد وبيهجم عليه بالسيف بتاعه، والسيف بيقع في لحظتها على مستحضر ارواح وجيشه وبيبدا يدمر مكان بالكامل، وجيش مستحضر ارواح بيبدا يتقضى عليه من قوه الانفجار الكبيره. وجنو كل اتباع اليهون بينسحبوا بسرعه وان قوه الانفجار كبيره جدا، والمفجرات الموجوده في السيف بتبدا تنفجر في لحظتها وبتنشر موجات الصدمه في المكان بالكامل عشان تقضي على الوحوش الموجوده. ولون بيراقبها من بعيد ويكون متفاجئ وانه كانش يعرف ان السيف ده خرج كميه طاقه مدمره كده، وانه لو كان هتطاقم مسافه اكبر كان هيعمل نفس تاثير النيزك. وبعد وقت الانفجار بتخلص كل اتباع اللي كانوا في المكان بيبداوا يخرجوا وبيراقبوا الوحوش، وبيقولوا تم القضاء على عدد كبير منهم في هجمه واحده بس. ولون بيطلب منهم يحذروا وان ممكن في وحوش متبقيه، وبيطلب منهم يعملوا المكان ويساعدوا المصابين. وهو بيتكلم اليهون وبتقول له ان فريق الحراسه بقيادتها لسه بيتعامل مع الوحوش اللي كانت بتهجم على المبنى الرئيسي وان هم لسه ما خلصوش. وجون بيكلمه وبيقول له ان فريق البحث والبوابات بتاعه فقد اكتر من تلتين اعضائه وانه يبدا عمليه البحث عنهم وعن المصابين حالا. ولون بيكلم فريق اينا والحدادين وبيسالهم عن الوضع عندهم ولكن هم ما بيردوش. واحد من اتباع اليهون بيكلموا في لحظتها وبيعرفوا ان في مشكله وان مستحضر الارواح نجا من الهجوم وان هم قادرين يرصدوه قدامهم. ومستحضر الارواح بيخرج من النار دي ويكون متعصب جدا من اللي اليهون عمله، وفريق المراقب بيبلغ اليهون ان الوغد ده مصاب بطريقه كبيره وان هو استعمل قوته لحمايه نفسه من الموت المحقق. وجون بيقول لليهون ان مفيش وقت يضيعوه وان هم لازم يتخلصوا منه حالا وهو في اضعف حالاته. واليهون بيقول ان كلامه صحيح وان هو لازم يتخلص من الوغد ده قبل ما يرجع جيشه. واليهون بيطير مكانه بسرعه وبيطلب فريق الحراسه ينضم للمعركه بعد ما يخلص الوحوش الموجوده وان هم لازم يتخلصوا من بقايا جيش المستحضر حالا. والهاب بتكون مصدومه وتطلب من اليهون ينتظرهم وانه مستحيل يكون ناوي يحارب مستحضر ارواح لوحده. واليهون بيقول لها انا محتاجهم يتعاملوا مع الوحوش اللي بتهجم على باقي قواتهم ويساعدوا المصابين وان هو يتعامل بنفسه مع الوغد ده. وانها بتكون متعصبه وبتقول انه وغد عنيد جدا وبتكلم اتباعها وبتطلب منهم ينضموا للمعركه الرئيسيه بعد ما تخلصوا من الوحوش دي. ومساعدها بيسالها وهي هتروح لفين، وهي بتقول له انها تلحق بقائد الفرقه اليهون وانها لازم تحميه وتدعمه. ولون بيطير بسرعه لمكان مستحضر ارواح والوغد ده هو عدو البشريه الاسوأ وان التخلص منه هو اللي ينقذ البشريه من مصيرها وان هو لازم يقضي عليه حالا. ولون بيستعمل قوته على تيم المباني الموجوده في المكان وبيرفعها من مكانها وبينقلها في لحظتها لمكان مستحضر ارواح عشان يستعملها ضده، وبيقول لي دي النهايه
ومستحضر الارواح اللي بيكون مصاب بطريقه كبيره بيترعب وبيحاول يهرب من المكان، ولكن لون بيهجم عليه بالمباني وبيدمر بيه المكان، وانه مش هيديله فرصه للهروب من هنا، ولون بيروح بعدها المكان بسرعه، والوغد ده لسه ما ماتش وانه لازم يتخلص منه حالا قبل ما يرجع قوته. ومستحضر الارواح بيحاول يخرج عشان يهرب، ولكن لون بيهجم الاسلحه بتاعته على المكان بكل قوته وبيدمره بيه، واللي دي النهايه بالنسبه له. ولون بيروح له بعدها وبيكتشف انه لسه عايش ولكن مصاب بطريقه كبيره، ولون بيخرج سيفه وبيساله عن النظره الغبيه الموجوده على وشه دي، وانه قتل اكتر من 90% من البشريه لوحده، وانه ما يحقلوش نشر بالحزن على نهايته دي. والمستحضر بيكون مرعوب ويطلب منه يرحمه، ولكن لون بيهجم عليه في لحظتها بسيفه وبيدمر جسمه واللي يخرس، وانه مش عايز يسمع صوته الحقير ده تاني. ولون بيكلم كل اتباعه في لحظتها وبيعرفهم ان الهدف رقم واحد لجيش البشريه تم القضاء عليه، وكل الموجودين بيتفاجئوا اول بيسمعوا كده، والمستحيل ووقاية جيش المستحضر بتموت في لحظتها بسبب ان المستحضر اتقضى عليه، واتباع اليوم بيكونوا سعيدين جدا وان الوحوش دي كلها ماتت، وان الوغد الاسوأ مات خلاص. وجن بيدنوا يحارب فرقه الشر الباقيه، وبيطلب من كل اتباعه يركزوا في القضاء على الوغاد دول، وان ده اليوم اللي البشريه هتتحرر اخيرا فيه منهم. هما بيتجمعوا بسرعه في المكان ويقولوا ان هم مستعدين، وبيبداوا يهجموا بسحرهم على هينا عشان يدمروها، وهي بتدافع ضدهم وتتراجع وتقول الاوغاد دول بيعملوا ايه، وبتتسال عن اللي حصل لباقي جيشهم، والمفروض هم يكون معاهم قوات اكبر من كده. وظهر في لحظتها مجموعه اكبر من الوحوش والتانيين في المكان بقدره المستدعي، ونظام بيحذر الكل ان المستدعي فعل قدرته الخاصه الاخيره، وانه بعد ما مات نقل وعيه لجسم تاني هو جهزه مسبقا، وان بعد ما عمليه النقل تتم هو هيرجع تاني للحياه. واللون بيراقب اللي بيحصل والمستحيل، وبيظهر في لحظات النين وبيروح لجثه مستحضر ارواح بالجسم اللي هو جهزه، واللون بيتفاجئ وانه لازم يوقفه بسرعه، ولكن قدره النقل بتتفعل في لحظتها وبتنقل الوعي مستحضر ارواح لجسم الشخص ده وبيرجع لحياه تاني. ومستحضر روح بدا انه يضحك ويسال اللي هو كان مفكر ان ده كافي لموته، وان دلوقتي هو بقى البشريه اللي هيتقضى عليهم. والزومبي والوحوش اللي خاصين بالمستحضر بيصحوا تاني في لحظتها ويروحوا يهجموا على الصيادين وبيبداوا يتقاتلوا معاهم بكل قوتهم. ونظام بيحذر الكل ان مستحضر ارواح فعل قدرته الخاصه ليله الموت، وان الزومبي بتوعه هيفضلوا عايشين حتى لو هو مات. والجنود الموجودين بيتصدموا ويقولوا هم هيحاربوا الاعداد دي كلها ازاي، وانه فكروا الحرب هتنتهي بمجرد موت المستحضر ده، ولهم ما بيكونش مصدق، والوغد ده جذبه من البدايه لهنا، وان ده كان فخ تاني. ومستحضر الروح بدا انه يضحك ويقول لليهون ان هو كان واقع في فخهم من البدايه اساسا، ودي النهايه بالنسبه له. والوحوش الموجوده بتبدا تهزم الصيادين باستعمال اعدادها الكبيره، والصيادين ما كانوش مصدقين، ولان حتى الوحوش اللي ماتت في انفجار السلاح رجعوا تاني. واللاعب صاحب المستوى اس هيتان مستحضر الروح بيتحكم في جثته في لحظتها عشان يستعمله، ويتم بيستعمل قدرته الخاصه القبضه المدمره وبيهجم على المكان قدامه وبيدمره بالكامل. واللون بيراقب اللي بيحصل وبيتصدم والمستحيل، وبيطلب من الكل يهربوا بسرعه وان قتال الوحوش دي مجرد فخ. والنظام بيحذرهم ان مستحضر ارواح بدا يستعمل قدره هيتان القبضه المدمره بقدره الملتهم بتاعته. والمستحضر بيروح بسرعه يهجم على اليهون وبيساله هيروح لفين، وان مفيش هروب منهم خلاص. ولون بيتفاجئ وبيستعمل قدره الجسد الحديدي بسرعه عشان يتصدى، ولكن قوه القبضه المدمره بتكون كبيره جدا وبتدمر ايد الحديه بتاعته وبترميه لبعيد وبتدمر بيه المكان. والهم ما بيكونش مصدق، والوغد ده كان مخبي قوته عنهم عشان يخدعهم للنهايه. ويتم بيسرق قدره لاعب تاني وبيستعمل مهاره نار الجحيم وبيهجم بقى على اليهون ويقول ان هو غبي وقضى على اتباعه. ولون بيتفاجئ وانه مش هيقدر يصدى الهجمه دي، ولكن هون بتتدخل في لحظتها وبتستعمل دراعها عشان تتصدى الهجمه وبتطلب من اليهون يرجع لتركيزه تاني. ولون بيتفاجئ وبيسالها بتعمل ايه، وانه طلب منهم كلهم يهربوا، وهي بتقول انها مستحيل تسيبه وانها درعه وان حياته هي حياتها. والمستحضر بيتعصب ويقول انه هيتخلص منهم مع بعض، وبيسرق مهاره تانيه ويروح يهجم عليهم من قدره التنين. ويقول ليونهاي ان المفروض كانت تسمع كلام اليهون، وبيهجم عليهم هجمه مدمره ويدمر درع يونهاي وبيرميهم من مسافه بعيده. وبيظهر في واحد من عصابه الشر فوقهم وبيهجم عليهم ويرميهم بكل قوته في الارض وبيدمر المكان. وجين بيتفاجئ من اللي حصل ويقول انه لازم يتحرك عشان يساعدهم وانهم في خطر، ولكن بيظهر في لحظتها مجموعه من عصابه الشر وراه وبيهجموا عليه هجمه قاتله. والولد ده بيضحك ويقول له ان في شخص منهم هينجى، وبيهجم على منطاي باغصان الاشجار بتاعته وبيقضي عليه هو كمان، وبيقول لهم انهم هيموتوا مع القائد بتاعهم. والنهار بتفوق في لحظتها ومش بتكون قادره تتحرك بسبب قوه الهجمه، ولكن بتتصدم بكميه كبيره من الحشرات بتهجم عليها. والنهار بتحاول تتحرك ولكن ما بتكونش قادره، والحشرات الخاصه بهنا بتهاجمها وبتقضي عليها. وهنا بتراقبها من بعيد وبتضحك وبتطلب منها توقف مقاومه بحشراتها، وانهم ما بيحبوش العشاء بتاعهم يكون مزعج زيها.
ولون بيشوف لحظتها وبيشوف الصيادين وباقي القوات البشريه بيتعرضوا للاباده حواليه ومش بيكون مصدق وبيدنوا نادى عليهم ويطلب منهم يهربوا حالا وان هم الامل الاخير، ولكن الوحوش دي ما تكونش عايزه تسيب بشر واحد عايش. وجوردن بيروح للهون في لحظتها وبيضحك ويقول مفيش بشر هينجى منهم. ولون اول بيشوفه بيتعصب وبيدنوا يشتموا وبيسالوا هو ازاي يجرؤ يخونهم وان هو واخده حقير. وجوردن بيراقب مناطق البشريه اللي بتتدمر وبيضحك ويقول لليهون ان هو فشل في حمايه الحاجه الوحيده اللي هو اتكلف بيها وان هو قائد فاشل. ولون بيكون حزين جدا وبيساله هو خانهم ليه وان المفروض هو حامي وان النظام كان مصنفهم الابطال فازاي هو خدعهم وان المفروض هو ما كانش يثق فيه من البدايه اساسا. وجوردن بيضحك ويقول دي مش غلطته ولكن غلطه النظام، وبيقول النظام خدعهم وفهمهم ان الابطال والحماة ما يقدروش يتحولوا لاشرار، ولكن في الواقع هو كان غلطان وضيع حياتهم. وده انه يضحك ويقول دي النهايه بالنسبه لهم. ولهم بيراقبوا ويكون حزين جدا ومين كان يتخيل ان ابطال البشريه هم اللي يقضوا عليها. وجوردن بيضحك ويقول ما تخيلش ان بطل البشريه الاخيره يقول كده، ويقول بس هو كان متوقع منه كده وان هو غبي وانه مش ابطال بشريه ولكن صنف جديد تماما فوق واعلى من البشر وان هم قرروا انهم البشريه لانهم مزعجين بالنسبه لهم. ولون بيضحك وبيساله وادعى ان فوق البشر ده هيخليه يعيش اكتر وان هو يعيش ويموت زيهم. وجوردن بيقول له ان عشان كده هو عاش مغفل وهيموت مغفل وبطل من التابع بتاعه يقضى عليه وانهم مشغولين بحكم الكوكب ده. ولون بيكون متعصب جدا وانه بيوعده ان هو هيفشل وانه هيقضى عليه. وبنرجع للحاضر واللي بيفوق في عياده المعسكر ويكون متفاجئ ويقول كان بيحلم بحياته السابقه ليه. وجون بيفوق وبيساله هو بخير وانه وفى اخيرا وبص في لحظته كل ابع ليهون وبيساله كان بيبكي وانه واخد عديم الاحساس وان مفيش شخص يقدر يأذيه اساسا. ولون بيطلب منهم يسكتوا وانه شاف مستقبل فظيع عشان كده اتاثر. هم بيسالوه مستقبل ايه وهو بيقول لهم مستقبل مدمر هو مش هيسمح له يتكرر تاني. وبنخرج في لحظتها بره منطقه البوابه واللي بتكون محاوطه مدينه سيول بالكامل، وبتشوف واحده بتكلم واحد من الحرس وبتساله هم يخرجوا امتى وان بنتها موجوده في سيول، وبيتاسف لها ويقول لها ان في شخص يقدر يخرج او يدخل وانهم بقى كده يحلوا المشكله دي قريب. وبيروح في لحظتها لغرفه الاجتماعات وبنشوف اجتماع كبير بين ممثلين النقابات ووحدات الانقاذ من العالم كله، والصيادين دول بيقولوا انهم بحثوا في كل الحلول الممكنه اللي يقدروا يقدموها لانقاذ الصيادين ومش عثروا على اي حل. واحد منهم بيقول انه بيقترح انهم بدل ما يركزوا على موجة سيول يركزوا على الموجات اللي بعدها وتفادي خطرها. وبتتدخل في لحظتها واحده من الصيادين اسمها سيون واللي بتكون الصياده صاحبه التصنيف الرابع في كوريا، وبتسال الممثلين دول اللي هم بيقترحوا ان هم يتخلوا عن ملايين البشر وينسوا وجودهم. هم بيتفاجئوا وبيقولوا لها لا طبعا ولكن مفيش حاجه هم يقدروا يعملوها وان البوابه دي ضخمه جدا، وبيقولوا لها ان هم يركزوا في منع البوابات الاضعف في باقي البلاد بدل التضحيه بالصيادين الاقوى في البوابه دي. وسون بتتعصب وتقول انهم بيحاولوا يحموا مناصبهم وبس، هم بيتفاجئوا من كلامها وبيقولوا لها ان مصلحه البشر اهم بالنسبه لهم من اي مناصب وانهم ما يقدروش يعملوا حاجه لسيول وانها عارفه كده. وبيقولوا لها ان على حسب معلوماتهم في شويه تعابين اقوياء محبوسين في البوابه دي برضه وانهم يقدروا يتواصلوا معاهم بحيث ان هم يقللوا خسائر بشريه ودي اقصى حاجه يعملوها. وهي بتقول لهم انها ناويه تعمل كده وانها تتواصل معاهم وهتعرفهم ان اللاعب اللي هيساعد البشر ويحميهم نقابتها هتسلمه اداه من المستوى النادر، واللاعب اللي هيجمع كل اللاعبين في البوابه ويمسحها ويساعد السكان بتوعها هيدوله اداه من المستوى الاسطوري. هما بيتفاجئوا اول ما يسمعوا كده والمستحيل والناس تتكلم عن مليارات وان الاسلحه دي غاليه جدا. وهي بتكون متعصبه وبتقول انها ما بتقدرش حياه البشر بفلوس وان نقابتها ناويه تصرف كل مواردها على انقاذهم، وبتكون متعصبه جدا وبتقول انها عشان كده بتكره السياسيين وان مناصبهم اهم بكتير من اي حاجه وانها تعاقبهم بعد ما هم يخلصوا. وبيروح بعد قياده الجيش الاول وبتشوف ليهون اللي بيروح يقابل كيم وكيم بيساله هو بخير وان هو عانى الفتره الاخيره دي وان هو عايزه يرتاح، ولون بيقول ان هو بخير ويقول انه عنده اقتراح لحل مشكلتهم. وكيم بيستغرب ويساله حل ايه، ولون بيقول ان هو سمع ان مصاصه الدماء اللي هم قبضوا عليها هربت، وكيم بيقول له فعلا والموضوع ده فاجئه وبيقول له انها كانت مسجونه في سجن سحري مصنع باحجار المانا والاحجار المقدسه وان حتى لاعبين مستوى اس هيعانوا عشان يهربوا منها. ولون بيقول معنى كده ان في وقت بيساعدها بينهم وان في خونه متنكرين. ولون بيقول لكيم ان حاليا سيول بتتعرض لموجات هجمات من الوحوش وكمان في شك كبير ان في لاعبين اشرار وخونه ما بينهم، وبيقول له انهم ما يقدرش يحموا المناطق الامنه اللي صنعوها لحمايه السكان لان اللاعبين الخونه دول ممكن يهاجمون من جوه المناطق دي. ويقول لكيم ان القوات بتاعتهم هي كانت القوات اللي اقل تاثرا في الهجمه دي وان عشان كده هم لازم يتزودوا بالسلاح ويستعدوا. وكيم بيضحك وبيساله ايه اقتراحه، ولون بيقول ان الوقت ده كان متوقع الكلام ده كله، ولون بيقول له انه بيقترح انشاء فرق
فرقة خاصة من اللاعبين اللي هيساعدوا في حماية المناطق الآمنة والقضاء على الوحوش الأقوى والأخطر والخونة. وكيم بيتفاجئ وقلنا فكرة ذكية، ولكنهم محتاجين يعينوا الوحدة دي ضباط عشان يساعدوه، وبيسألوا لو هيبقى قائد الفرقة، ولهم بيقولوا ما يقلقش وإن هو عارف هو هيعين مين من الضباط والجنود. ولهم بيروح في لحظة منطاي وبيسأله لو هو ينضم لفرقته، ومنطاي بيتفاجئ ويقول له لا طبعا، وبيسأله هو عايزه كظابط يسمع أوامره وإنه كده بيكسر أعراف بتاعتهم. ولهم بيقول له لا طبعا، وإن المقدم كيم هو اللي أصر عليه إن الوحدة بتاعته يكون فيها ضباط، وإن هم سألوا مين قالوا إن أكتر شخص بيثق فيه هو قائد الفرقة التانية عنده منطاي، وإن هو قال له إن هو هيعينه استشاري ومشرف على الفرقة بتاعته. ومنطاي بيتفاجئ وبيسأله وقال له كده فعلا، ولهم بيقولوا فعلا، وإن هو كان معجب بالهجوم واسع المدى اللي هم عملوه مع بعض، وقال عليهم إن هم صناعي قوي جدا، وبيقول له إنه لو ساعده في إنقاذ المدينة كل البشر والجيش هيعجبوا بيه، وممكن هو كمان يحمي فتاة أحلام ويتقدم لها. ولهم بيسيبه بعدها وبيمشي، ويقول بس هو طبعا مش هيكون عايز يكون تحت قيادة رقيب زيه. ومنطقي بيوقفه ويقول له استنى، وإن طالما هو قال عليه إنه يبقى مشرف فالموضوع اختلف وإن هو هينضم له. ولهم بيضحك، والوغد ده التلاعب بيه سهل جدا، وراح بعدها لفرقة الراقبة سيهي واللي بيكونوا بيطفي النيران في المعسكر. وسيهي بتقول إنها ما كانتش متخيلة إنها تقضي آخر أسبوع عليها في الجيش وصعوبة كده. ولهم بيروح لها في لحظتها ويقول لها إنه عايز يكلمها، وهي بتستغرب وبتقول إن هو الرقيب المزعج اللي ظهر من فترة، وبتسأله هو عايز إيه، وهو بيقول لها بصوت واطي جدا إن تم تعيينها في فرقته الخاصة وإن مدتها في الجيش زادت وهي تحت قيادته دلوقتي. وهي بتستغرب وتسأله بيقول إيه وإنها مش سامعاه. ولهم بيقول لها إنه وصل رسالته خلاص وهي مش رفضت، وإنه واحد يستلمها قريب، وبيسيبها بيمشي. وهي بتكون مستغربة وتقول له الوغد ده بيتكلم عن إيه، وإنها مش سمعت منه حاجة نهائيا، وإنه واضح عليه إنه مخادع. ولهم بيروح بعدها لجون، وجون اول بيشوفه بيستخبى وانه مش هيعمل حاجه. ولهم بيقول له انه لسه مالوش على طلبه، وجون بيقول له ان اكيد طلبه يكون مزعج زيه عشان كده بيرفض من الاول، وهو بيساله ليه وانه هو شخص كريم معاه، وهو بيقول له انه فاضل له اقل من شهر على نهايه خدمته في الجيش وانه مش عايز يتورط معاه وانه واخد متهور. ولهم بيقولوا طيب، وانه يروح يقول للمقدم كيم ان هو خرج في مهمه الشهر اللي فات خلصها في يومين، ولكن فضل بره اسبوعين كاملين يستمتع بوقته على اساس ان هو لسه بيحارب في الوحوش. وبيقول له ان اكيد المقدم كيم هيمد وقته في الجيش على الاقل 6 شهور كمان بسبب كده. وجون بيتفاجئ ويقول له خلاص وانه وافق على الانضمام. وبيروح بعدها لوانسو اللي بيظهر في الغابه وهو لسه عايش. وانسو يكون مستغرب ويتسرع عن اللي بيحصل، واللي هو اتحول لمصاص دماء ومين اللي كان مسيطر عليه اساسا، وبيضلوا يتخفى من الجنود اللي بيبحثوا عن وحوش في الغابه للقضاء عليهم. وانسو يكون مرعوب وان هم لو قبضوا عليه هتبقى نهايته وان هم مش هيسمعوا تفسيره حتى، وبيهرب مكان بسرعه. وبنشوف ليهون اللي بيكون بيبحث المكان عنه وين الوغد ده راح لفين، وان هو انقذه بعد ما سيطر على نفسه وقال ان هو هيستعمله، فهو هرب لفين دلوقتي. وين الوغد ده قال له في الماضي اثناء تدريبهم ان هو مش من النوع اللي بيهرب، فليه هو هرب منه وان هو يعاقبه اول لما يشوفه. وبيروح بعدها ليونهاي واللي بيكون بيجهز الجنود الموجودين وبتطلب منهم ينتشروا حول المنطقه وان هم يعملوا محيط امن عندهم. هم بيقولوا له حاضر وانهم جاهزين. ولهم بيوصل وبيحيي يونهاي وبيسالها لو هي بخير وهي موجوده هنا ليه، وهي بتقول انها بخير وبتعتذره عن شكها فيه طول الفتره اللي فاتت. ولهم بيقول لها ما تهتمش، وهي بتقول له بس مش معنى كده انها بتثق فيه ثقه كامله وانها عشان كده قررت تنضم لفرقه المهمات الخاصه بتاعته عشان تراقبه طول الوقت. ولهم بيضحك هو اللي بيسمع كده ويشكرها على انضمامها ويقول لها انه يعتمد عليها، وهي بتقول له اكيد وانها تعتمد عليه برضه. ولهم بيضحك وان كده كل الاشخاص اللي بيثق فيهم انضموا له تاني وان جه وقت انقاذ العالم. وفرقتهم بيخرجوا بعدها قبل المقدم كيم قبل ما يبداوا مهمتهم، وكيم بيسالهم انهم مستعدين ويقول لهم انه مش معجب باسم فرقه المهمات دي وانهم من اول دلوقتي هيغيروا للفرقه الحديديه. هم بيقولوا انهم موافقين، وكيم بيسالهم ايه مهمتهم، ولهم بيقول انه لو كان في حياته السابقه كان هيقول له انه ينقذ البشر ويقضي على الشر لوحده، ولكن هو اتعلم درسه. وبيقول له انهم مهمتهم انقاذ البشريه والقضاء على الشر كفرقه، وان هم الفرقه الحديديه اللي هيقضوا على بابة سيول. وبخلص لنا ملخص جزء 17 والموسم الاول من هوا. السنه الثاني بعد تقريبا حوالي 4 شهور. وما تنساش اللايك والاشتراك. سلام. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper.